السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت تشرفوني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. صباحكم قشطة، صباحكم فل، صباحكم عسل. الساعة 6 الصبح. 6 الصبح رايحة بنها أعمل بيان نجاح لابني إن شاء الله عشان ندخل الثانوية العامة وندخلين على المعمعة. كده أنا رايحة المشوار. انا بوريكم بس الصبح والشمس وهي طالعه. هروح وارجع وانا راجعه هقول لكم انا عملت ايه. يا رب الفيديو يعجبكم ويا ريت تشرفوني وتنوروني وتعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. ويلا بينا نشوف هنبتدي يومنا ازاي. انا رحت السوق وجبت البطاطا ديت. بصوا انا وانا في بنها اشتريت طلبات، ولما رجعت دخلت السوق عندنا اشتريت طلبات تانية. في الطريق كده انا هقول لكم ايه اللي من السوق وايه اللي من بنها. البطاطا دي كانت من السوق. الفلفل الالوان الجميل التحفة اللي بيلمع المسكر ده من بنها. في مش عارفة ليه ايه الفرق بين الاربع اجزاء والثلاث اجزاء، بس انا سمعت ان الثلاث اجزاء للاكل اللي على النار اللي هو يتطبخ على النار، والاربع اجزاء للاكل ني. يمكن بيبقى مسكر اكتر بس معرفش برضو. البطاطا دي كنت شارياها 3 ب10، والفلفل الجميل اللطيف ده خالص ب12. الفلفل من بنها، الباقي كده من السوق من عندي. الطماطم الحلوة جدا ما شاء الله ما شاء الله ب2 جنيه الكيلو زي الفل. الفلفل الرومي ده برضو من بنها جميل جدا ما شاء الله. الرومي زي الحامي كان ب5 جنيه. بقول لكم ان الفلفل والفلفل من بنها. وكمان جبت الشهد، كنتالوب، شمام، ليه مسميات عديدة مش عارفة اسمه ايه. الراجل اما جيت البياع وانا في بنها بتاع الفلفل بقول له اديني كوسايه علشان القطه، مش بشتري لها يعني كوسه صبحه قوي، يعني ممكن تبقى من امبارح مثلا. اداني دول كده فوق البيع. قلت بقى اعمل بيهم اكل للقطه، اديهم للعصافير، ادلعهم يعني. والخضره دي جايباها من السوق من عندنا بنص جنيه. الخضره بتتباع في بنها الحزمه بجنيه، متخيلين؟ معايا هنا البتنجان الجميل ما شاء الله ما شاء الله. صوابع زينب فعلا يعني بسم الله ما شاء الله الله اكبر، جميل جدا جدا. كنت جايباه برضو ب4 جنيه. وانا في بنها برضو جبت حاجة جميلة جدا احنا بنعشقها وممكن نجيبها من طنطا او من اسكندرية. المشبك الجميل ده القرص ب5 جنيه ما شاء الله زي العسل. القرص مشبع حلو يكفي فرد ما شاء الله ما شاء الله. كان طعمه حلو جدا، جايباه من جنب الإدارة في بنها. بألف هنا على اللي أكلهم. كانت الحاجة جميلة جدا جدا. وجبت كمان حاجة حلوة قوي قوي من عندنا من السوق، أنا بحبها جدا. الملوخية الجميلة دي. الملوخية عشان تشتريها وتشتريها صح تبقى اللي عروقها تخينة والملوخية نفسها قصيرة وورقها كبير زي ما انتم شايفين. كلها ما شاء الله ما شاء الله خضرة وجميلة وزي الفل. المشتريات كلها ما شاء الله زي الفل. يلا نشوف يومنا هنبتديه ازاي وهنعمل ايه كمان. بما اني رحت بنها او مشيت على طريق الزرع، نفسي هفتني جدا على اني ازرع. اللي يعرفني يعرف ان انا بحب الزرع جدا وبحب اللي يعرفني زي ما قلت لكم يعرف اني بحب الزرع جدا وبحب اشوف شكل الزرع وبحب اتعامل معاه يعني. دي عروق نعناع
انا كنت جايباه ومقطفاه، بس خدت عروقه قلت هستغلها بقى، نفسي ازرع نعناع واخد كل يوم كده نعناع اخضر صابح. بصراحة دي امنية حياتي، يبقى عندي زرعة نعناع واخد منها كل يوم. كده انا قصيت العروق، العرق قصيته 2، بحيث يعني يعتبر مقاس اللي انا بغرسه في الطين يبقى 5 سنتي. ادعولي يا رب ان شاء الله الزرعة دي تنجح، لاني بحب الزرع جدا، وربنا اللي يعلم يعني. انا جربت كذا مرة وما نفعتش، او ما نفعش ان انا ازرع عموما. فانا بتمنى من الله ان شاء الله باذن الله ان الزرعة دي كده تكبر وتفرحني يعني. زي ما قلت لكم انا بقص بمقام 5 سنتي بميل. شفت كذا فيديو لكذا اخصائي يعني في الزرع، ولقيتهم بيزرعوا بالطريقة دي. كده خلاص انا خلصت العروق كلها زرعتها. دي ايد كارما بتشاور لكم ان كله مزروع اهو. وهزرع معاها كمان حاجة انا شفتها في سوق الحد وبحبها جدا، الصبارة دي. لقيت الراجل بيبيعوا في السوق، بياخد الفرع بتاع الصبارة ويقشره ويبيع الجزء اللي جوه ب15 جنيه في برطمان صغير. فانا حابة ان يبقى عندي صبار برضو علشان مفيد جدا للشعر، فقررت ان انا اخدها. خدتها منه ب5 جنيه، وقال لي سيبيها لما يبقى اللون كله احمر كده وزرعيها. ده القالب اللي بيزرع فيه، انا مش عارفه اسمه ايه. فكان موجود عندي زي ما قلت لكم، كنت بشتري كتير زرع وبيفشل، شايلاه يعني. فالاخرام بتاعته اللي هي اخرام التصريف كبيره، فقررت ان انا احط سلكه بحيث انها ما تهدرش قوي في الطين. لما باجي ازرع هملاه بالطين وازرع فيه الصبارة الجميلة دي. انا حطيت جزء من الطين وحطيت الصبارة وكملت زي ما انتم شايفين ده جزء، وهغرز الصبارة ونقول بسم الله. طبعا انا شايفة ان الطين كمية الطين مش هتكفي، فهزودها واسقيها كويس قوي واسيبها بقى. انا زودتها وسقيتها وسبتها تتشرب من المية ديت. ما تقولوش المية كتير، المية دي كلها هتصفي طبعا في التصريف، الزيادة كلها هتنزل، بس علشان هو محطوط على طبق فمانع التصريف. لما احطه في الزرع، قصدي في المكان بتاع الزرع اللي بيبقى في المنشر ده، مش هتلاقي فيه كده. هعمل بقى فيه حاجة حلوة قوي لما اجي ازرع، علشان العصافير الجميلة اللطيفة الظريفة اللي بتيجي تبوظ لنا الدنيا يعني. كده انا زي ما انتم شايفين بوسع مكان علشان يصرف كويس، وهيصرف كل المية الزيادة دي. طبعا الكلام ده كان بالليل. خلاص احنا اليومنا خلص، وهيجي علينا ان شاء الله باذن الله تاني يوم الصبح هوريكم هعمل ايه في الصبارة لما اجي ازرع. كده احنا الصبح تاني يوم، زي ما قلت لكم انها هتصفي، هي صفت المية كلها. فانا طبعا علشان العصافير الجميلة اللطيفة عملت السلك ده. السلك ده كان موجود عندي بواقي زي ما قلت لكم، عندي منه كمية. قفلت دايرة كده على الدايرة اللي بتبقى في المنشر، وهسقط فيها العلبة، او مش عارفة اسمها. هسقطها كويس جواها واثبتها كويس كده. بقى العصافير مش هتقدر تقرب له. زي ما قلت لكم هزرعها، وادعوا لي يا رب يا رب تفلح.